هنتعلم ليه وإزاي الانضباط الذاتي ضروري علشان نبقى قادة في مجالاتنا ونشغل مشروعاتنا بكفاءة وربحية أعلى ونبيع أكتر ونستثمر بذكاء وندير وقتنا علشان نوصل لأفضل نتائج ممكنة. هنتعلم نطبق معجزة الانضباط الذاتي على حياتنا الشخصية. هنتعلم نمارس الانضباط الذاتي في مجالات السعادة والصحة واللياقة البدنية والجواز والأولاد والصداقة والهدوء النفسي. هنتعلم نطور جودة حياتنا وعلاقاتنا في كل الاتجاهات. أقدم لك قصص واقتباسات وأمثلة وحكايات قصيرة علشان أوضح المبادئ وبين إزاي نقدر ندمج مستويات أعلى من الانضباط الذاتي وضبط النفس في كل اللي بنعمله. هنتعلم إزاي نسيطر سيطرة كاملة على تطورنا الشخصي والمهني، وإزاي نبقى أشخاص أقوى وأسعد وأكثر ثقة في كل مجالات الحياة اللي بتهمنا. هنتعلم نكسر العادات القديمة اللي ممكن تكون مأيدانا ونطور عادات الثقة في النفس وتحديد المصير والانضباط الذاتي اللي تخلينا نحدد ونحقق أي هدف. هنتعلم نسيطر سيطرة كاملة على عقلنا ومشاعرنا ومستقبلنا زي قوة من قوة الطبيعة. هنحقق في الشهور والسنين اللي جاية أكتر بكتير من اللي أغلب الناس بتحققه في عمر كامل.